لان النهارده الموضوع اللي هتكلمكم فيه موضوع حساس قوي ومهم قوي. مهم عشان كلنا لازم ننتبه، مهم عشان في ناس كتير جدا حوالينا بيحبوا يعيشوا لنفسهم ولنفسهم، بس ما بنبقاش عارفين. في ناس عايشة في الدنيا دي بمبدأ يلا نفسي، المهم أنا آخد، أنا أكسب، أنا أرتاح، حتى لو على حساب غيري. ما تفرقش معاهم مشاعر حد ولا بيفرق معاهم تعب حد، أهم حاجة هم وبس. حتى لو ظلموا حد في طريقهم، المهم مصلحتهم تمشي. الطمع مش بس في الفلوس، الطمع في كل حاجة. الطمع ممكن يكون في النجاح، في انك عايز تاخد فرصة حد وتسبقه وتاخد كل حاجة ليك. ده كله ما بيفرقش مع الطماع، المهم انه ياخده بس، مش مهم معاه التمن اللي قدامه اللي هيدفعه، المهم انه يوصل للي هو عايزه. الأناني دايما مفكر نفسه شاطر، مفكر انه لما بيستغل الناس وبيعتدي على حقوقهم كده هو شاطر وهياخد الدنيا كلها. ما يعرفش ان الدنيا دوارة، واللي بياخد حق مش حقه بيجي يوم وبيدفع التمن غالي. عشان كده حب نفسك، ما قلناش حاجة، بس من غير ما تدوس على اللي حواليك، لان الطمع طريق نهايته الخسارة، والأنانية عمرها ما صنعت إنسان محترم. تخيلوا النهاردة معايا ست بعتة وبتقولي والله العظيم أنا كنت بحب جوزي حب، كنت بحبه لدرجة إن ممكن أضحي عشانه بأي حاجة، ومش بس ممكن، أنا فعلا ضحيت بكل حاجة. دلوقتي أنا بتمنى له الموت في كل لحظة، نفسي ربنا يخلصني منه. بحس ان مهما حصل له انا هفرح فيه مقابل اللي عمله فيا. بتقولي انا اتجوزته وكنت عمري تقريبا 25 سنة. اتجوزته، اول ما اتجوزته كنت فرحانة قوي بيه، حبيته وحبني، وكان حد عقلاني جدا وكل شيء بيحسبه بالورقة والقلم. كنا احنا الاتنين زمايل في شغلانة واحدة. المهم ان بعد ما اتجوزنا تقريبا بسنة سنتين ابتديت اجري على الحمل، عايزة ابقى ام. لكن هو كان ليه رأي تاني، قال لي احنا لسه صغيرين والعمر قدامنا، اصبري شوية لحد ما نقف على رجلينا ونبني نفسنا. قلت له ما احنا بقالنا سنتين متجوزين وانا اكيد نفسي ابقى ام، ويا سيدي ربنا بيقول ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا والطفل بيجي برزقه، ليه انت بس عامل مشكلة؟ قال لي اسمعي كلامي، مفروض ان لما اقول حاجة تسمعي كلامي. القرار ده قرارنا احنا الاتنين، وانا دلوقتي ما عنديش اي استعداد ان اكون اب. انا لسه في بداية حياتي وعايزة اكون مستقبلي واعمل حاجة عشان حتى العيال دول لما يجوا يعرفوا يعيشوا كويس، ما يدعوش عليا ولا عليكي. بعديها ب6 شهور جالنا عقد عمل في الخارج انا وهو، وكان شرطه ان احنا الاتنين نروح مع بعض. رحنا وكنت مبسوطة جدا وحاسة ان هو اللي بنفسه هيطلب ان انا اخلف، لان احنا الاتنين ملناش غير بعض، احنا الاتنين في الغربة بنشتغل وكل فلوسنا بنحطها على بعض، وهو طول الوقت حريص جدا على مرتبي اكتر من اي حاجة. وكل ما اسعى في موضوع الخلفة يقول لي اصبري، ده احنا لسه واصلين، لو انت دلوقتي بقيتي حامل هنعمل ايه في ظروفك الجديدة، وساعتها هينزلوكي مصر، وساعتها هنفقد مرتبك، وانت عارفة ان احنا محتاجين لكل جنيه. وفعلا سنة ورا التانية ورا التالتة ومرتبي بياخده اول باول، وبياخده وبيبعته على مصر، مرة بحجة انه هيشتري ارض، ومرة بحجة انه هيشتري شقة جديدة، ومرة انه هيشتري محل، وكل ده عشان نأمن نفسنا. وفي وقت من الاوقات في وسط الدوامة بفضل الله عرفت ان انا حامل. ساعتها فرحت جدا جدا وبقيت طايرة من الفرحة، وجريت على الدكاترة عشان اتابع واخد بالي، وقلت له انا قررت اني مش هروح الشغل، انا لازم ارتاح، لازم استمتع بفترة الحمل.
هو لقيته اتجنن وقال لي ازاي يعني؟ احنا ما اتفقناش على كده، انا وانتي متفقين ان احنا كل جنيه هنكسبه لازم نعمل بيه مستقبل لعيالنا، وانتي لسه في الاول، يعني ايه ما تروحيش تشتغلي او تروحي شغلك تاني؟ قلت له انا مش عايزه اشتغل، انا عايزه استمتع بالفتره دي، عايزه اقعد في البيت واحس ان انا زوجه، وانت الحمد لله مش قليل، مرتبك يقضينا نعيش كويس جدا لحد ما اقوم بالسلامه، واوعدك ان بعد ما اقوم بالسلامه اخد الفتره الطبيعيه اللي هي بياخدوها اي واحده خلفت وولدت ورضعت، وبعد كده ابقى ارجع تاني. لقيته قال لي انت شايفه كده؟ مفيش مشكله. كنت فاكرة ان هو في الاول هيتضايق شوية، بعد كده خلاص، لكن فات شهر واتنين وتلاتة وللأسف الحمل مكملش وحصل لي إجهاض، وساعتها كنت حزينة جدا وكنت ببكي، لكن هو قعد يقول لي انت زعلانة ليه؟ قدر الله وما شاء فعل، طالما ربنا مش رايد مفروض تحمدي ربنا، احنا لسه العمر قدامنا. قلت له انهي عمر اللي قدامنا؟ أنا تقريبا وصلت ل33 سنة، أنهي عمر اللي بقى قدامنا؟ أنت بتضحك على نفسك ولا عليا؟ ده كل السنين دي فاتت وأنا كنت خلاص اتعلقت بالطفل ده. قال لي ده نصيب وقدر وربنا بإذن الله هيعوضك. جريت على الحمل كتير جدا، لكن للأسف أنا حملي كان عزيز وما حصلش بسهولة، وكنت ما صدقت إن أنا بقيت حامل أصلا، لحد ما السنين جريت وسنة جابت سنة ورا التانية، وهو ولا همه ولا في دماغه أصلا، وكل ما أكلمه في الموضوع يقول لي ربنا ما ردش، أنا معاكي إيدي على كتفك، هو أنا قلت لأ؟ قعدت لفيت على دكاترة كتير لكن مفيش فايدة. وصلت لسن 40 سنة، كنت حاسة بجد بالإحباط وباليأس، حاسة إن أنا لوحدي والغربة وحشة، خدت من عمري وخدت من صحتي وخدت من شبابي، أنا ماليش حد، حتى أهلي اتعودوا على بعدي، حتى أهلي أنا ما بقيتش أفرق معاهم أصلا. لحد ما قررت قلت له أنا مش عايزة أكمل في البلد دي. قال لي ازاي انت اتجننتي؟ انت مش عارفه البوزيشن اللي احنا وصلنا له، انت فاهمه يعني ايه قرارك؟ ده في 1000 حد يتمنى اللي انت فيه ويتمنى عيشتك، وانا كمان في 1000 حد يتمنى عيشتي، اللي انت بتقوليه ده جنان. قلت له احسبه زي ما تحسبه، انا مش عايزه اكمل في الغربه تاني، انا عايزه ارجع بيتي واعيش في بلدي واهلي يجولي واروح لهم واحس بالدفى. كفايه السنين اللي ضاعت من عمري، انا جايه هنا وانا عندي 28 سنه، بقالي 12 سنه في الغربه، كفايه لحد كده. قال لي والله انت حره. قلت له وانت كمان حر. كنت فاهمه ان هو مش هيقدر يستغنى عني، لان من يوم ما اتجوزت وانا ما فارقتوش، لكن هو استغنى عني بمنتهى السهوله. نزلت على امل ان هو بعد سنه 2 هيجي هيغير قراره، وبقيت طول الوقت اقول له كفايه غربه لحد كده، هو انا ما وحشتكش؟ تعالى، انا دلوقتي وصلت ل41 سنه و42 سنه، تعالى يمكن الحق اخلف، حرام عليك كفايه اللي ضيعناه من عمرنا، تعالى عشان خاطري انا. لكن ما كانش في فايده. تقريبا عدى 3-4 سنين تاني ولقيته نزل اجازه. قلت له حرام عليك كفايه لحد كده، ما ينفعش ان انا اكون في بلد وانت في بلد، اللي احنا عملناه مش قليل، احنا بقى عندنا حته ارض وبقى عندنا بدل الشقه 2 و3 وعندنا محل، عايز ايه تاني؟ كفايه طمع، مفروض دلوقتي نركز ان احنا نجيب عيال. قال لي وانت تفتكري انك هتعرفي تخلفي دلوقتي؟ قلت له طب اعمل ايه؟ بعد ما خدني على قد عقلي وابتدينا نلف على كام دكتور والدكاتره بيقولوا والله ده قضاء ربنا وقدره، وعملنا حقن مجهري لكن العمليه ما نجحتش، لقيته بيقول لي اظن من حق دلوقتي ان انا اتجوز. قلت له نعم. قال لي ايوه انا بفكر ان اتجوز، وعلى فكره ده لمصلحتك ولمصلحتي، انا دلوقتي لو اتجوزت في فرصة ان انا اخلف من واحدة تاني، واوعدك ان العيل ده مش هيبقى ابني لوحدي، هتبقى انت كمان امه، هتبقى هي امه وانت امه، والدنيا تمشي بالطريقة دي، عشان حتى لو مرضتيش ترجعي معايا هي اللي ترجع معايا.
قلت له انت شايف كده؟ بعد كل السنين اللي انا ضيعتها معاك بقى الحل دلوقتي ان انت تتجوز، وبقيت كمان شايف ان انت بتدور على مصلحتي. انت طول الوقت مفهمني انك بتدور على مصلحتي، طول الوقت مفهمني ان الشغل هو اللي بيجيب الفلوس، وان الفلوس هي اللي بتجيب النجاح، وهي اللي بتخلينا نشتري كل اللي احنا عايزينه. ادي احنا اشترينا كل اللي احنا عايزينه، والسنين عدت ومرت، وفي الاخر انا الوحيده اللي خسرت، لان انا الوحيده اللي ما بقتش ام. ودلوقتي انت اللي بتسعى انك تكون اب. ما الموضوع ما كانش فارق لك، ما انت كان اخر حاجه في دماغك انك تكون اب. ما انت كنت طول الوقت بتقولي اهم من العيال الفلوس اللي تحقق لهم المستقبل الناجح. فين كلامك؟ لقيته بيقول لي خلاص كل وقت وليه اذان، ومن حقي ان انا اكون اب. وفعلا بعديها بشهرين والله يبارك لها كانت مرشحه له بنت عندها 23 سنه، صغيره جدا، وهو قدي في العمر، وصل ل 46 سنه، يعني قد عمره مره كمان. لقيته جاي وبيقول لي انه هيتجوزها. طبعا انا قلت له مفيش مشكله، وقعدت احسبها، اسيبه واخد قراري ان ابعد عنه؟ طب انا لوحدي، ولو عشت لوحدي انا ماليش حد، طب افرض مت في لحظه، ايه اللي هيحصل؟ لقيت نفسي لا هعيش معاهم وخلاص. وفعلا لو هي خلفت ممكن يبقى الولد ابني وابنها، لدرجه اني قررت اني كمان هرجع معاهم في الغربه ومش هعيش لوحدي. البنت بعد كام شهر لقيته جاي وبيقول لي مش تباركيلي، انا مراتي حامل. طبعا باركت له وباركت لها. لقيتها ردت عليا بمنتهى قله الذوق، ولقيتها بتقولي من قلبك بتباركيلي، ولا نفسك ان ما كانش ده يحصل عشان الروس تتساوى؟ ساعتها قلت لها انا مش لاقيه كلام اقولهولك، عيب انك تقولي كده. انا لو كان ربنا كرمني كان زماني دلوقتي عندي بنت من دورك، فما ينفعش تكلميني بالاسلوب ده ابدا. خدت بعضي ومشيت وانا حزينه، لان جوزي اللي المفروض كان هو اللي يرد ويدافع عني كان واقف صامت وما بيتكلمش. وابتدت الامور تمشي لحد ما هي في الشهر السابع جالها وجع شديد جدا، وبقت تنزف، وحصل لها حاجات غريبه، جرينا بيها على المستشفى وقال لازم تولد دلوقتي. وهي بتولد حصل لها مشكله، والولد حصل له نقص في الاكسجين. النقص في الاكسجين ده ادى ان الولد ينزل للأسف من ذوي الإعاقة. كان عنده مشكلة وكان من ذوي الإعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. الولد دخل الحضانة، وهي أول ما فاقت سألت على ابنها، قلنا لها إنه في الحضانة، ابتدينا نتابع معاه، لكن نقص الأكسجين عمل له مشكلة في المخ وما بقاش طفل طبيعي أو سليم. وعرفنا ان هو هيبقى من اطفال الداون، وحالته هتبقى مش احسن حاجة، وعايز متابعة وعلاج كبير. الغريب كان في رد فعلها، اول ما عرفت اللي حصل لقيتها اتجننت وقالت ازاي يعني انا لسه صغيرة، ده طفل عايز اهتمام ورعاية وانا مش هبقى قد المسؤولية دي، انا ما كنتش اتخيل ان يحصل لي كده، لا انا الطفل ده مش عايزاه. انا وقفت وقلت لها مش عايزاه؟ يعني ايه مش عايزاه؟ هو احنا بنعرض عليكي طقم هديه ولا بنعرض عليكي عزومه؟ ده ابنك، يعني ايه مش عايزاه؟ قالت انا مش عايزاه، انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه طفل تعبان بالطريقه دي. وامها كانت واقفه جنبها بتقول انا بنتي تعبانه ومش قادره تقف على رجليها، وهي حتى ازاي تبقى محمل طفل بالطريقه دي؟ ده طفل، انا اسمع ان العيال دي بيروحوا بدل الدكتور ل10 ويا عالم هيخفوا ولا لا، وساعتها كمان ولا هيحسوا بامهم ولا بابوهم. لقيتها بتقول له انا مستعده انك تاخد الطفل توديه اي دار رعايه، لكن انا مش هقدر على مسؤوليه الطفل ده. ساعتها جوزي نفسه اتصدم وابتدى يبرق وقال لها عايزاني اودي ابني دار رعايه؟ ده قضاء الله وقدر وانا راضي، وانت معايا وهي كمان معانا وهتساعدنا، فخلاص والدنيا هتمشي. لكن هي كانت مصممه على رايها. ما فيش شهر 2 ولقيت جوزي
هو اللي مش عايز يكمل معاها، وهي كمان ما صدقت لانها عيله صغيره وفرق بينهم في العمر 23 سنه، وقالت له انها عايزه تتطلق، واتطلقت. وابتدى هو يلجأ لي وابتدى يقول لي ان انا الوحيده اللي مفروض ليا حق في الطفل ده، وساب لي حريه الاختيار ويقول لي انت طول عمرك كان نفسك تبقي وربنا بعتلك طفل محتاج رعايه واهتمام، ولو انت عايزاني استقر معاكي هنا في القاهره هنستقر، ما عنديش مشكله، وهلغي كل حاجه هناك ونقعد انا وانت ونربيه، وربنا عمل كل ده وسبب الاسباب عشان الطفل ده يكون في حياتنا. انا وافقت، قلت له وانا موافقه، هربيه واخد بالي منه واحطه جوه عينيا، بس انت انهي عقدك وكفايه لحد كده، ونعيش انا وانت وهو، وربنا رزقنا بيه، وانا هعتبر ان انا امه اللي خلفته. فعلا سافر، نهى كل حاجه عنده هناك، وكل حاجه كانت تلزمه هناك خلصها ورجع، وابتدينا نعيش مع بعض. عشنا مع بعض أكتر من 4 سنين، كان الطفل بقى عنده 4 سنين، بقيت بموت فيه، اتعلقت بيه بطريقة غريبة، بقيت حاسة فعلا ان انا امه. الغريب ان امه اللي خلفته نسيت القصة تماما، ولا اكنها خلفته، وعرفنا انها اتجوزت وخلفت من حد تاني، وبقيت احمد ربنا واقول الحمد لله يا رب انك شلت الامومه من جوه قلبها عشان الطفل ده يبقى ليا لوحدي. انا ربنا بيعوضني، ربنا حنين قوي، انا راضيه بيه، عنده اعاقه، عنده دون، عنده توحد، انا راضيه، لو كان اكتر من كده يا رب انا راضيه. ارتبطت بالطفل نفسيا جدا، وبقى يكبر قدام عيني سنة عن السنة اللي قبلها، وبرتبط بيه اكتر وبروح بيه على كل الدكاترة، لدرجة ان الدكاترة قالوا لي لو فضلت متابعة معاه بنفس الاهتمام صدقيني النتيجة هتبقى كويسة جدا، احسن مما انت تتوقعي. وانا بقيت مبسوطة جدا، لحد ما في يوم جالي خبر ان جوزي عمل حادثة. طبعا جريت زي المجنونة على المستشفى عشان اشوفه فيه ايه. عرفت انه عمل حادثه، والحادثه دي كانت من الحوادث الخطيره جدا. اولا هو مش هيمشي تاني، اول حاجه حصل له مشكله في العمود الفقري، مش هيتحرك تاني. وطبعا قعد كتير جدا في غيبوبه فوق ال3 شهور، وانا ما سبتوش، بقيت اخد الولد ونروح نقعد معاه قد ما نقدر ونسيبه ونمشي ونرجع له، وبقيت اكلم اهله، واهله من كتر ما تعودوا على بعده ما بقوش عندهم لهفة عليه، بقى عادي. كل ما اقول لهم ابنكم يقولوا لي حاضر، اللي يجي يوم ويغيب اسبوع، واللي يجي مرة ويغيب 10، وانا وابنه اللي بقينا نروح طول الوقت لحد ما ربنا نجاه وخرجنا بيه من المستشفى. بس خرجت بيه واحد نفسه مكسورة، مش هو ده جوزي اللي كان كله حياة وحب وعايز يتنطط ويروح ويجي ويشتغل ويكبر في مشاريعه، خاصة انه لما جه القاهرة عمل مشروع مطعم كويس جدا، ومطعم ده على فكرة من المطاعم اللي في خلال شهور كانت ليها صدى كبير جدا ومسمعة، وناس كتير قوي دلوقتي عارفاها بدون ذكر اسماء. يعني بتقولي ما بقاش هو، بقى نفسه مكسورة وما بقاش هو الراجل اللي انا عارفاه. وانا طول الوقت سبورت ليه واقعد اقول له ربنا هيكرمنا وربنا هيعوض علينا، وصدقني انت كويس وتقدر تدير المحل، هنزل معاك واسندك ونروح ايه يعني على كرسي بعجل. وطول الوقت بحاول على قد ما اقدر ارفع من روحه المعنوية، لحد ما في مرة لقيته بيعيط عياط غريب، ولقيته بيقول لي انت احسن ست انا شفتها في الدنيا كلها، انت مفيش واحدة زيك، انت اللي زيك خلاص خلص، انت مفيش زيك. وقعد يشعر فيا كتير قوي. فقعدت اقول له ربنا يكرمك، انا بحبك وطول عمري بحبك، وعشانك انا ضحيت بكل حاجة، انا نسيت اهلي ونسيت نفسي ونسيت ان ابقى ام، ده كله عشانك انت، وما زلت بحبك وما اقدرش استغنى عنك. ولقيته بيقول لي كفايه انك رضيتي تربي لي ابني التعبان، وانت ما كانش ليكي ذنب في كل ده. قلت له لا حاسب،
ده انا ليا في الواد ده اكتر منك، ده ابني انا. هو انت فاكر الام هي اللي ربت؟ لا، الام هي اللي خلفت، ده الام هي اللي ربت. وانا ربيت وعشت تفاصيل وشفته وهو بيكبر قدام عيني، فعشان كده هو حته مني وما اقدرش استغنى عنه. لقيت العياط زاد قوي وعمال يحضني بطريقه غريبه. قلت له انت فيك ايه؟ انت ليه بتعمل كل ده؟ انت حاسس بايه؟ قال لي انا حاسس ان انا اكتر بني ادم ظالم في الدنيا. قلت له ليه؟ لقيته بيعترف لي وبيقول لي انا في حاجه لازم اعترف لك بيها. انا في ثانيه كان عمري هيخلص وكنت هقابل وجه كريم، وانا ما اقدرش اقابل وجه كريم وانا شايل الذنب ده جوايا. طبعا انا ما بقتش فاهمه في ايه. قلت له طب قول لي في ايه اللي حصل؟ احكي لي انت عملت ايه؟ خدت حاجه تخصني؟ عملت ايه بالظبط؟ احكي لي. لقيته بيقول لي وانت حامل، الكلام ده من سنين، انا اللي كنت السبب في اجهاضك، انا اللي اديتك. رحت سالت الدكاتره والدكاتره عرفوني ان في ماده معينه لو خدتيها هتجهضي. وفعلا وانت في الشهر الاول كنت عارف انك لسه ما بقالكيش كتير حامل، جبتلك كوبايه عصير وحطيت فيها البرشام ده او المخدر ده اللي بيه يعني هي اجهضت. وانا كنت شايف ان انا بعمل الصالح لان انت كنت مصممه تقعدي من الشغل ومصممه ما تروحيش الشغل، وساعتها احنا كنا في حاجه لكل جنيه، وكنت شايف ان لسه الدنيا قدامنا والوقت قدامنا وهنخلف وهنجيب عيال، ففين المشكله؟ بتقول كل الحب اللي جوايا اتقلب لكره في لحظه. ما بقتش مصدقه، بقيت اعيط واقول له انت السبب ان انا ما بقاش ام؟ يعني انت السبب في ان انا اجهضت؟ ساعتها انت قعدت تقول لي قدر الله وما شاء فعل وعادي وربنا هيعوضنا، وانت اللي كنت بايدك حطيت لي البرشامه اللي تخليني ما بقاش ام. ما بقتش مصدقه. وبتقول